ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن الشغل، عشان في ناس كتير قوي كلمتني عنه. انا كنت حابب ان انا اجهز اكتر من كده، بس هحاول ان انا يعني هشوف ممكن اعمل اجزاء من نفس الفيديو بحيث انه برضو ما يبقاش في فيديو واحد. خلاص حبيت ان انا اغير، يعني كل مره بصور في نفس المكان فقلت اغير كده واطلع بره شويه. خلاص هنا البيت اللي انا ساكن فيه هنا. بس يلا بينا نبدا الفيديو. بص يعني هحاول كده، هو ايه، في سكريبت مكتوب، فانا ايه هتلاقوني شويه بقرا سكريبت وشويه بشرح برضه. خلاص وهحاول اصور من الموبايل لو عرفت، خلاص مش اكيد، بس هحاول اصور من الموبايل برضه الابلكيشنز وازاي بتشتغل. هحاول او ممكن اوريكم شكل الابلكيشن من بره عشان برضه ما يبقاش الموضوع يعني بس فيديو كده نظري بس. بص هو يعني خلينا نمشي خطوه بخطوه. خلاص وايه اهم الشغلانات اللي ممكن تنفع لحد جاي جديد كمهاجر. خلاص وازاي تلاقي شغل طبعا باسرع وقت. وطبعا دي حاجه يعني بتاعت ربنا، ممكن تلاقي الشغل اول ما تيجي، ممكن تلاقي الدنيا صعبه شويه في الشغل ده على حسب الولايه، على حسب المنطقه، على حسب الكثافه بتاعت الناس اللي نازله على نفس المنطقه. فمثلا الشغل في نيويورك والشغل هنا برضو في فيرجينيا، الشغل في الولايات اللي هي اللي عليها ناس كتير قوي او الاسم مشهور قوي، طبعا الموضوع مش بيبقى زي ولايات الدنيا مش عليها ضغط كتير. الجو بتاعها مش يعني الجو بتاعها ساقعه مثلا قوي زياده عن اللزوم، فالناس ما بتروحش الولايات دي، فهتلاقي الشغل فيها اكتر. وطبعا برضو في مناطق، فممكن تلاقي في فيرجينيا هنا حتت جوه زي ما قلت قبل كده، ان في حتت جوه فيرجينيا بعيده جدا عني، يعني انا اقرب لي ان انا اروح نيويورك وما اروحش الحته دي، فبيني وبينه مثلا ساعات كتير اكتر من 4 ساعات 5 ساعات. فالموضوع هتلاقيه كده بنفس المنظر. خلاص فخلينا نتناقش كده ونتكلم عن استراتيجيات وعشان تقدر تضمن ان انت تلاقي وظيفه في الاول. خلاص طيب اول حاجه خالص، يعني الشغل هنا عباره عن ايه، او هم طالبين منك ايه. هو يعني امريكا بتوفر فرص عمل كتير جدا، خلاص ومجالات كتير، سواء عندك خبره او مبتدئ. كده كده انت ممكن تاخد خبره هنا، مش زي مصر مثلا في مجالات معينه مش هتقدر تاخد هنا، ممكن تاخد اي لايسنس وتشتغل بيها. خلاص اللايسنس دي مش شرط تكون رخصه قياده، لا انت ممكن تاخد رخصه في الامن، ممكن تاخد رخصه في ان انت تعمل ميكانيكا العربيه، ممكن تاخد رخصه في ان انت تعمل سباكه، ممكن كل حاجه هنا برخصه. فانت لازم يبقى معاك رخصه او شهاده ان انت تقدر تمارس المهنه دي. خلاص طبعا ده احنا بنتكلم في الاماكن اللي هي هتبقى مخصصه للشغل ده. يعني انت لو انت هتعمل مثلا للاماكن اللي حواليك، الناس صحابك مثلا، ناس صحابك في الكنيسه، ناس صحابك في الجامع، ناس صحابك في الشارع، فطبعا هو مش هيطلب منك رخصه. لكن لو انت هتروح تشتغل في مكان معين فهيبقى اكيد محتاج منك رخصه. خلاص فهم بيطلبوا منك، سوق العمل بيتطلب مهارات مختلفه من يعني الوظيفه لغايه الوظيفه التقنيه العاليه. كل وظيفه بتبقى عايزين منك حاجات معينه. خلاص التوقعات هنا يعني اهم حاجه بالنسبه لهم ان انت تلتزم بالمواعيد وتحترم الوقت وتبقى محترم معاهم ومؤدب، يعني ما تبقاش اللي بيطلبوه منك بتعمله. خلاص وهنا بيطلبوا منك، هم معظم الاشغال هنا بيبقوا عايزينك ان انت ما تقفش، يعني ما فيش حاجه اسمها واقف ما بعملش حاجه او قاعد ما بعملش حاجه. معظم الاشغال هنا بيبقوا عايزينك لا قوم اتحرك اعمل اي حاجه، اكنس امسح روق، حتى لو مش شغلتك. خلاص ما فيش حاجه اسمها بقى مش شغلتي. وبالذات لو انت نازل على وظيفه اللي هي تيم ممبر دي، اللي هي ان انت نازل ان انت تشتغل اي حاجه. خلاص فاي حاجه دي هو حرفيا اي حاجه. خلاص ف ده كده بيبقوا طالبين منك ان انت تبقى ملتزم بمواعيدك وتحترم الوقت، وتحاول ان انت تثبت لهم نفسك طبعا بالحاجات اللي مطلوبه منك. وطبعا العمل الجماعي، وده بقت التيم ورك، ده بقت في كل حاجه. واللغه في بعض الشغلانات مش عائق كبير، بس انا انصح ان انت تظبط نفسك في اللغه، لان اللغه دي حاجه مهمه جدا. صدقني حتى لو قاعد في مصر ومعاك لغه، الموضوع هيفرق معاك كتير يعني. خلاص بس دي كده اهم حاجه. طيب بالنسبه للوظائف، في بقى الوظائف اللي هي اللي مش محتاج ان انت يبقى عندك اي حاجه غير رخصه قياده. خلاص وبرده في الحاجات دي برده ممكن لو انت شغال على عجله او كده فانت مش محتاج رخصه قياده. الابلكيشنز اللي ممكن تشتغل عليها في اوبر وليفت، وفي حاجه اسمها امباور. دول 3 شركات. وامباور دي بص في بعض الاماكن الدنيا مش لطيفه فيها، لان هم ما بيعملوش تامين. ف يعني هم يعتبروا لو حد مسكك او حد وقفك وانت شغال امباور في بعض الولايات، الموضوع مش بيبقى لطيف. وامباور شغاله بنظام معين، انت
بدل ما انت مثلا في اوبر وليفت انت بتشتغل فبيخصم منك نسبه معينه، ليكن مثلا 20% 30% 40%، وطبعا هم بياخدوا اوقات 100% واوقات اوبر بالذات بتاخد اكتر من 100% اصلا. يعني 100% ده يعني هم بياخدوا مش 100%، طبعا هو القصد ان يعني انت مثلا في العادي انت مثلا بتاخد 50%، هم بياخدوا اكتر من اللي انت بتاخده، فده القصد مش 100% ان هم بياخدوا كل الفلوس. بس ممكن تلاقي مشوار مثلا ب 35 دولار يدوك انت 15 دولار. وطبعا احنا ما بنعرفش في اوبر، ما بنعرفش ليفت. في بعض المشاوير برضو الدنيا مش حراميه فيها. فانت عندك اوبر وليفت وعندك امباور، ودول امباور بقى بيبقى شغال بنظام ان انت بتدفع بتشتري عموله، يعني بتشتري جزء من بتديهم مثلا 200 دولار وتقدر تعمل قصادهم 2000 دولار. فاول ما تعمل 2000 دولار يعني انت بتدفع مش بتدفع، انت بتشترك معاهم خلاص، انت كده كده كل الدفع هنا فيزا. فانت بتشترك معاهم وهم مثلا عملت 2000 دولار، خلاص ال 2000 دولار الاولانيين دول بياخدوا منهم مثلا 200 دولار، خلاص. بعد كده عملت مثلا، انا بقول لك مثلا انا هحاول اسوي لك من جوه التطبيق يعني. عملت مثلا 4000 دولار، فمثلا في الشهر طبعا فهياخدوا منك من ال 4000 دول النسبه اللي انت محددها برضو ان هي مثلا 400 دولار. وطبعا كل ما بتعمل فلوس اكتر كل ما بيقل النسبه بتاعته، خلاص. ده بالنسبه للامباور. مش زي اوبر، لا اوبر انت بتشتغل وبيخصموا منك ال 20%، لا دول انت بتشتغل واول ما بتشتغل يعني هم بياخدوا 50 دولار، اول 50 دولار تعملهم بيخصموا، مش بيستنوا ان انت تعمل 2000، لا انت اول ما بتشتغل انت مشترك في الباقه اللي بكام ب 50 دولار، طيب هنخصم منك 50 دولار، خلاص. ده بالنسبه للثلاث ابلكيشن بتوع التوصيل. في بقى توصيل الاكل. توصيل الاكل عندك في حاجه اسمها جراب هاب، وفي اوبر ايتس، وفي دور داش، وفي برضو دول كده انت بتوصل اكل، بتروح المطعم تاخد منه الاوردر وتروح توصله للمكان. ده ممكن تشتغل بالعربيه او ممكن تشتغل بالعجله، مش محتاج ان انت يبقى معاك عربيه. في برضو في ابلكيشنز تانية بتعمل زي شوبينج، بتخش وتعمل شوبينج في المكان وتوصله برضو. وفي توصيل اكل برضو تبعهم، بيبقى في برنامج اسمه انستا كارت، وفي برنامج تاني اسمه شيبت، وفي ايه تاني يا ربي، تقريبا دول اللي فاكرهم. انا كده كده الفيديو لسه ليه تكمله، هحاول ان انا اصور من الابلكيشنز نفسه، هحاول لو الابلكيشن لسه مفتوح لان اوقات بيقفلوا البرنامج يعني. طيب المزايا بتاعت الشغلانات دي ايه؟ عمل مرن، طبعا انت بتشتغل في الوقت اللي انت عايزه، وخليني اقول في الوقت اللي انت عايزه بالنسبه لتوصيل الركاب. وطبعا خليني برضو اكد ان اوبر بتاخد سنه عشان تفتح معاك، وليفت بعض الولايات بقت ترخم دلوقتي وبتوصل ل6 شهور او 3 شهور، وبعض الولايات بيفتح على طول، بعض الولايات سنه، على حسب، وعلى حسب نوع العربيه برضو. وممكن تاجر من اوبر وليفت العربيه منهم، يعني اوبر هتلاقي في اماكن بتاجر منها عربيه، وليفت برضو نفس الكلام. امباور لا، خلاص. الباقيين بقى بقيه التوصيل بتوع الاكل دول يعني انت بتبقى معتمد ان انت هتوصل اكل، فانت لازم تنزل في ميعاد الفطار في ميعاد الغداء، فالموضوع بيبقى سخيف شويه. وطبعا الجو دلوقتي ساقع قوي، فانت انا حابب موضوع ان انا اوصل بالعربيه الناس احسن، انا قاعد جوه العربيه مش بنزل واطلع كتير. لكن لو انت بتوصل طلبات، فانا سواء الطلبات اللي هي الاكل او ان انت بتعمل شوبينج، فالموضوع بيتنزل وتقعد تلف وتطلع الحاجات اللي انت عايزها ويعني الموضوع صعب. والاكل برضو بتفضل تنزل وتطلع من العربيه كتير، جو ساعه. فالموضوع بيبقى يعني بالنسبه لي انا هلكه، ومش حاسس ان الموضوع بيدخل فلوس. قريب يعني هحاول اعمل موضوع ان انا اعمل فيديو برضو بكل برنامج كده نشتغل فيه يوم كام ساعه كده ونشوف الموضوع عامل ازاي. بس مستني بس عشان انا ما عندي، يعني عندي موبايل تاني بس الكاميرا بتاعته مش الطف حاجه، ولغايه اما اشوف بقى اشتري كاميرا او اشتري موبايل، بس لسه القناه لسه مش عليها ترافيك كتير، فلغايه اما الموضوع يتم يعني. فدول كده التوصيل، خلاص. طبعا العمل مرن وتختار الساعات اللي انت عايز تشتغل فيها. الدخل ما بين 15 دولار ل 25 دولار. طبعا في حاجه اسمها سيرج في اوبر وليفت، بيبقى في سيرج، وفي امباور برضه ان بيبقى في سواقين قليلين والطلب كتير، فبتلاقي ان هم بيحطوا بونص، فالبونص ده ممكن تنزل تعمل في ساعه 50 دولار، خلاص. وبقيه اليوم الدنيا فاضيه خالص، فممكن تلاقي الساعه بتعمل فيها 15 دولار بالعافيه، واوقات بتعمل فيها اقل. فالموضوع مش ستيبل، عشان بس في ناس كتير بتسالني ممكن تعمل كام. هو الموضوع مش ستيبل، ممكن النهارده اعمل 100 دولار، ممكن يوم تاني اعمل 200، ممكن يوم تاني اعمل 300 400، ممكن يوم ما اعملش خالص. انا امبارح كان السبت ما نزلتش اصلا، ما كانش فيه شغل، كل اصحابي شغالين كلمتهم في شغل، لا ما فيش شغل، ما حدش نزل امبارح تقريبا يعني. مع ان الاسبوع اللي قبل اللي فات كان في شغل كبير وتقيل جدا وعمري ما شفته في حياتي. فهي الشغلانه كده، شويه تلاقي الدنيا فوق قوي وشويه تلاقي الدنيا تحت قوي، فالموضوع مش ستيبل، فعشان كده مفيش دخل ثابت، خلاص.
طبعا مفيش مدير فوق راسك، انت بتتحكم في نفسك، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز تعمل مكالمه، عايز تنزل بره العربيه تتمشى، مش عايز تشتغل النهارده، عايز اللي انت عايزه تعمله خلاص. الشغلانه مش عاجباك النهارده ما تشتغلش. آه، لو انت قلبك جامد ممكن تنزل الزبون من العربيه، لو مش عاجبك يعني لو مش عاجبك الزبون مش عايز تاخده، ممكن تدور عربيه تمشي على طول ما تاخدوش. فانا حاسس ان انت متحكم في نفسك اكتر بكتير قوي من اي شغلانه ثانيه. مشكلتها ان انت مش ستيبل خلاص. طبعا هم ما قسموش الضرايب، انت اخر السنه بتجمع بقى فلوس الضرايب. انا بحوش فلوس الضرايب دي بشيلها على جنب 20%، بشيلها على جنب لغايه لما نشوف بقى وقت الضرايب ايه اللي هيحصل فيه. طيب طبعا لو انت ما معكش عربيه ممكن تبدا توصل بالعجله، او ممكن تجيب عربيه مش شرط بقى موديل سنه عالي وتوصل الطلبات بس خلاص. وممكن طبعا تاجر، وما انصحش يعني، انا انصح لو انت تقدر تشتري عربيه طبعا اشتري عربيه على طول. في بقى اللي هو شغلانه العمل في المخازن والشحن خلاص. في برضو ان انت توصل حاجات تبع امازون. في حاجه اسمها سبارك، دي تبع امازون سوري تبع وول مارت، بتاخد الطلبات من وول مارت وتوصلها زي امازون. في برضو ابلكيشن تبع امازون اسمه امازون فليكس، بتاخد برضو منهم الطلبات. والابلكيشنز دي ساعات المدن اللي بيبقى عليها ضغط كتير مش بيفتح لك على طول، في حاجه اسمها ويتنج ليست، فبتفضل قاعد مستني لغايه لما ناس قديمه ما تشتغلش الاكونتات بتاعتها تتقفل، او ما يعني ما فيش يبقى في ضغط عليهم شغل، فبيفتحوا يبتدوا يقبلوا ناس. امازون فليكس برضو ممكن تقعد ويتنج ليست. سبارك انا ويتنج ليست لغايه دلوقتي، امازون فليكس فتح معايا بس بصراحه ما خدتش منه حاجه، مش حلو، مش حاسس انه حلو. وبرضو مرمطه، الجو ساقع، فانا ايه اللي مرمطني؟ والحر، الجو حر جدا، ايه اللي مرمطني في الحر طلوع ونزول؟ انا قاعد جوه العربيه مشغل هيتر لو سقعان، مشغل التكييف لو لو حران. فده مع توصيل الركاب، لكن برضو ما فيش، مش عاجبني برضو. في برضو برنامج تاني توصيل الاكل، برضو مش الاكل، هو بيبقى برضو طلبات زي امازون كده. مش فاكر كان اسمه ايه يا ربي. برضو هصور من الموبايل واوريكم الابلكيشنز دي خلاص. دول 3 ابلكيشن. وبرضو اوقات بيبقى فيه بيفتحوا زي عماله موسميه كده، ان انت برضو توصل مع يو بي اس اللي هي شركه التوصيل، واللي هي فيديكس اوقات برضو بيفتحوا ان هم انت بتاخد منهم الاوردرات وتوصلهم. نفس فكره امازون برضو، بس ايه، دي شركات توصيل اصلا، فممكن تاخد منهم الحاجه وتوصلها. وطبعا ممكن بقى بعد كده ان انت بدل ما يعني بدل ما تشتغل في يعني على الابلكيشنز بس، ممكن تشتغل معاهم اصلا جوه امازون، ان انت تشتغل في المخازن جوه، او في امازون فريش هنا اللي هو زي سوبر ماركت برضو، نفس قصه وول مارت، ان انت تعمل تاخد ان انت تشتغل جوه وترص البضاعه وتطلع البضاعه. ممكن تقف كاشير، ممكن في اللي هم فيدكس ويو بي اس، وساعات برضو البريد اللي هو اسمه يو اس بي اس ده، ممكن برضو ان انت تاخد تخش جوه تشتغل، ان انت تاخد الاوردرات من الناس وتبتدي تحطها في باكت وتدخلها جوه وهكذا. دي كده برضو شغلانات ان انت تشتغل جوه الاماكن نفسها خلاص. بصوا يعني برضو المتوسط ده متوسط، مش شرط يبقى اكيوريت بالظبط خلاص. الفرص العمل في الحاجات بتاعت اللي هي اللي في الاماكن بتبتدي، هم كاتبين هنا 18 بس لا، هي من 15 لغايه ممكن توصل ل 22، ممكن اكتر من 22. طبعا امازون بيبقى فيه اوبشنز ان انت لما بتشتغل معاهم بتاخد امكانيات وامتيازات كويسه، تامين صحي بيدوك زياده، بيزودوا مش عارف كل 6 شهور مش عارف كام سنت، 75 سنت، نص دولار حاجه كده يعني. طبعا مش مبلغ، بس بعد فتره طويله لو انت قعدت معاهم عمر، يعني قعدت معاهم كذا سنه، فتلاقي نفسك الساعه بتاعتك ممتازه يعني. بس وطبعا هو مش على طول بيطلبوا خبره، بس هو المشكله برضو هنا في حاجه اسمها ريكومنديشن. هي نفس قصه الواسطه بس مش واسطه قوي يعني، هو بس حد بيبقى عارف حد، فبيقول ان الشخص ده يبقى شغال كويس، زي ما حصل معايا في ماكدونالدز خلاص. فبيعملوا زي ريكومنديشن، يقول لك ان الشخص ده كويس ممكن تشغله، وبتبتدي تبقى يعني بناء على الريكومنديشن دي، فبيبقى ليك اولويه ان انت تشتغل اسرع. طبعا ده في الولايات اللي بيبقى عليها فيها ناس كتير قوي وضغط كتير، لكن الولايات الفاضيه انت هتخش، هم بيبقوا عايزينك اول ما تخش يلا بينا يعني، يلا نشغلك خلاص. وطبعا خلينا ااكد ان الشغل في المخازن بيكون متعب جسديا، وطبعا مع الوقت هتتعود. بس خليني اقول لك انه هنا بيشترطوا ان انت تقدر تشيل وزن معين في كل الشغلانات. لما تيجي تقدم على شغلانه بتلاقيه بيقول لك لازم يكون عنده القدره ان هو يشيل
وزن معين يعني مش عارفه كام باوند حاجه كده يعني، وزن يتاكدوا ان انت بتعرف تشيل. فانت من ضمن الاسئله اللي هو بيسالها لك بيقول لك ان انت بتعرف تشيل لغايه وزن كذا علشان تبقى جاهز، عشان ما تقولوش لا انا مش قادر انا ما اقدرش اشيل. فهم بيبقوا زي ما قلت لكم هو عايزين حد يفحتوه، مش عايزين حد يعني كده لا تعالى ندلعك، لا لا ما بيدلعوش حد يعني. خلاص. انا برضو مش عايز اطول في الفيديو، فهقفل الفيديو لغايه هنا، وهحاول برضو ايه ممكن اصور لكم في نفس الفيديو ده برضو، ممكن تلاقوا في الاخر كده هتلاقوا ان انا جايب الابلكيشنز مصورها من الموبايل نفسه، هعمل سكرين ريكورد وهصور لكم من الموبايل اوريكم شكل الابلكيشنز عامله ازاي. تمام. طبعا يعني اتمنى الحلقه تكون عجبكم، ومش هقول لكم اكتر من كده. يلا سلام باي.